السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلو وحادق مع شيرين. النهاردة فيديو ضرب نار، كلام مش هزار. شايفين الجمال؟ مفيش اي هزار، كلام جد جد. احلى طاجن ورق عنب هتعمليه بطريقة سهلة جدا جدا ومضمونة وعلى ضمانتي كمان. لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نشوف هنبدأ ازاي. زي ما انتوا شايفين انا معايا حوالي نص كوباية زيت على معلقة سمنة بلدي كده، وهننزل بيه بصلتين مفرومين زي ما انتوا شايفين كده. هنشوح البصلة كويس جدا، هتدبل معانا. هنبتدي ننزل عليها بعصير الطماطم. انا بعمل ايه؟ انا بعمل تخديعة المحشي. بتخدع لي المحشي؟ انا بحب المحشي متخدع له، ما بحبش المحشي ني في ني، اذواق. طبعا لو انت حابه ني في ني ده طبعا يرجع لذوقك، اعملي اللي انت تحبيه وولادك يفضلوه. زي ما انتم شايفين كده نزلت بيه حوالي كيلو من عصير الطماطم، نزلت بفلفل اسود ونزلت بكمون زي ما انتم شايفين معايا، وكمان نزلت بشطه، وطبعا الشطه هنا اختياري. وهنحط كمية الملح المناسبة لينا، وهنبتدي نقلب التخديعة بتاعتنا ونسيبها بقى لما تسبك خالص. سبكت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه، ونزلت بكمية الرز. طب انا بحدد كمية الرز، انا هعمل ورق عنب، نص كيلو الورق عنب بياخد نص كيلو رز. تمام. لو هتعملي بقى معايا فلفل او كوسة على حسب كمية الفلفل والكوسة اللي انتي هتعمليه معاكي. انا هنا حطيت بقى التكة والحركة بتاعتنا، نزلنا بحتة زبدة بلدي بقى كده مع الرز. لزوم التكات والحركات هتخلي لك طعم الرز في حتة تانية خالص. انا هنا بقلب الرز على عين واطية جدا، مهدية العين خالص، وهنزل بالخضرة بتاعتي وهي عبارة عن شبت وبقدونس. ما بحبش الكزبرة في المحشي للأسف. لو انت برضو حابة ان انت تحطي كزبرة دي حاجة ترجع لك. زي ما انتوا شايفين هنقلب بقى الرز بالخضرة بتاعتنا بحتة السمنة البلدي كده اللي هتخلي الرز في حتة تانية خالص. ودي تكة مهمة جدا لازم تعمليها. انا بشوف ناس كتير بتخلي الرز صايص كده جوه التخديعة، ده ما بيخليش المحشي محشي. المحشي لازم الرز ينشف معاكي كويس جدا. اولا الرز عمره ما هيعجن معاكي، ثانيا هتاخدي طعم وريحة تجيب اخر الشارع. زي ما انتوا شايفين انا مطولة المقطع معاكم عشان اوريكم ازاي الرز نشف معايا كويس جدا والزبدة ساحت فيه. المرحلة التانية بقى هنبتدي نسلق الورق عنب. طبعا احنا معانا مية مغلية، هننزل بكمية من الملح فيها. لو حابة تحطي نص معلقة زيت مفيش مشكلة، بس انا ما بفضلش الزيت اثناء سليق الورق عنب. هننزل بقى بالورق عنب، احنا مقطفينه وغسلينه ورصينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طب ما احنا نرصه بعد السليق، والله كده اسهل لك صدقيني. حطيه مرصوص جوه الميه كده، مش هيتنعكش ولا حاجه، ما تخافيش. وخليكي حريصه وانتي بتقلبيه ان انتي ما تبوظيش الرصه بتاعته، هيبقى سهل معاكي جدا اثناء الحشو. بصوا بقى وانا هقلبه، شايفين الحركه دي؟ يلا اقلب اهو، ما تنعكش ولا اي حاجه، زي الفل. اسمعي مني، هتبقي شطورة قوي في المطبخ. طبعا كلكم شطار وما شاء الله، وأساتذة شيفات ما شاء الله عليكم. هنصفيه بقى بالشكل ده، وأول ما يتصفى معايا هبتدي بقى إن أنا أحشي. أولا إحنا بنحشي على الجهة اللي هي الخشنة في الورقة بتاعت العنب، تمام. وهنقفل من الجنب ده والجنب التاني، ويلا زي الفل. أحلى صباع محشي لو رميتيه من الدور ال11 هينزل زي ما هو. بنحشي على الجهة الخشنة في ورقة العنب. لفينا المحشي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام. والمفاجأة بقى هنشوف هنعمل ايه قبل ما نرص المحشي في الطاجن. نزلت بحتة زبدة كده في الطاسة بتاعتي، وهنعمل ايه؟ كان عندي نص كيلو لحمة كده محتارة اعمل بيه ايه. قلت لا، لازم تعالوا بقى، جاء المهمة بتاعتكم جت. هنحطه تحت الورق عنب، بس هنحطه ازاي؟ هنشوحها في حتة زبدة كده زي ما انتوا شايفين. نزلت بقطع اللحمة، هو كان نص كيلو صدقوني.
ومحتارة بيه بصراحة يعني. فجي وقته هنشوحها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. هنديها صدمة حلوة جدا. هنحط عليها رشة فلفل اسود، تمام، وهنحط عود قرفة. ادي عود القرفة اهو، هيودي اللحمة في مكان تاني بريحة تانية بطعم تاني. بجد روعة، هيعجبكم جدا جدا. حطيت عندك قرفة بودر مفيش مشكلة، بس القرفة العيدان النكهة بتاعتها أقوى. رشينا الفلفل الأسود زي ما قلت لكم، طبعا مش هننزل بملح خالص دلوقتي. هنبتدي إن احنا نديها صدمة ونقلب كل قطعة لوحدها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الجمال؟ هي دي التكات، فلفل اسود وقرفه. عندك جوزة الطيب رشه جوزة الطيب، بس انا للاسف في الوقت ده ما كانش عندي جوزة الطيب، بتخلي برضو اللحمه حكايه. قلبنا بقى قطع اللحمه كده زي ما انتوا شايفين، وهديها صدمه كويس جدا قبل ما اغطي عليها، لان انا هسيبها تستوي حوالي يعني نص سوا. انا هسيبها كده بقى تمام زي ما انتوا شايفين، وهنغطيها. ولو احتاجت بعد شوية كده نص كوباية مية، انا ضفت لها نص كوباية مية لحد ما دخلت في نص السوا بالشكل ده. جبت بقى عندي الديكوريشن اللي هحطه في الطاجن بتاعي. عندي بصل حلق، عندي فلفل رومي، عندك طماطم، اي حاجة بقى عايزة تنزليها تحت الورق عنب هتبقى حكاية وهتبقى طعمها حلو جدا. طبعا ده بيبقى الشكل بقى، لان احنا هنقلب الطاجن بتاعنا، فلازم يبقى الشكل طبعا ايه شكله حلو كده اثناء التقديم. نزلت بقى بالخضار بتاعي بالشكل ده، واللحمة ما شاء الله اللهم بارك، انا قلت هسويها نص سوا، صدقوني دخلت في السوا، ما خدتش بالظبط يعني 10 دقايق على النار. نزلت بيه قطع اللحمة بالشكل ده، شايفين جمالها؟ هو طاجن على القد وعلى قد الايد، بس حلو جدا، ممكن تعملي في صينيه عادي جدا. بس بقى عايزه اقول لكم على حاجه بالنسبه للتسويه. الطواجن الفخار دي لازم تخليها تغلي على النار الاول قبل ما تدخليها الفرن. لازم تدخليها تحطيها على النار الاول، تاخد غلوتين 3 كده، واول ما يبتدي يتشرب حطيه بقى في الفرن يتشرب، بيبقى حكايه. لانك لو دخلتيه من الاول كده في الفرن هياخد وقت جامد معاكي جدا، ومش هيستوي بالطريقة اللي انتي محتاجاها. فانا حطيته بعد ما سويته الاول على عين البوتاجاز، حطيته كده خد غلوتين، وبعد كده دخلته الفرن بقى يتشرب ويبقى حلو. شايفين؟ لازم نملى الفراغات كده بين اللحمة الاول، وبعد كده بقى نرص طبقات فوق بعضها. ما شاء الله الورق عنب بيتكلم عن نفسه، حكاية. نزلنا بقى بالبهاريز بتاعت اللحمة دي، بواقي بقى الزبدة بتاعت اللحمة، وهنبتدي بقى نحط الشوربة بتاعتنا. للأسف المقطع بتاع الشوربة اتمسح، سامحوني. أنا حطيت الشوربة طبعا مغلية لحد يعني قبل السطر الأخير بصباع كده، نخلي السطر الأخير ده نصه بس هو اللي طايل الشوربة، وحطيناها على البوتاجاز خدت غلوتين، وبعد كده دخلناها الفرن بقى، وهنشوف الجمال والتكات والحركات بتاع الطاجن بتاعنا. تبارك الرحمن زي ما انتوا شايفين كده. احنا هنا بقى خرجنا الطاجن بتاعنا من الفرن، ما شاء الله. عايزه اقول لكم ريحته حرفيا كانت قلب الدنيا، كانت جايبه اخر الشارع زي ما بيقولوا. محشي ورق عنب باللحمه، روعه. عايزه اقول لكم الطاجن ده ما سابش منه صباع، مع اني كنت عامله جنبه صنفين تاني، بس ما شاء الله عليه يعني كان مكتسح السفره. هنقلب بقى الطاجن بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة كده يعني روعة. جربوه مش هتندموا. وبنص كيلو لحمة يعني عملنا غدوة حلوة جدا، غدوة متكاملة، مش محتاجة حاجة معاها. لو هتعمليها فطار في رمضان حلو جدا مع طبق سلطة وطبق شوربة، يا سيدي على الجمال. شايفين الجمال؟ شايفين التكات؟ مش قادرة اقول لكم على الريحة. تعالوا كلوا معانا، بجد كان روعة جدا. عايزة اعرف رأيكم في الكومنتات، عايزاكم تجربوه
وتقولوا لي كان عامل ايه معاكم. بجد حلو جدا 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 لدرجة لا تتخيلوها. اللحمة واخدة من طعم الورق عنب، والبهاريز بقى بتاعت اللحمة دي خلت الورق عنب حكاية حكاية بجد. يا رب الفيديو يكون النهاردة عجبكم ويكون عند حسن ظنكم. انا بقى بجرب لكم اللحمة بجد سخنة جدا، مش عارفة اقطعها بس هقطعها، مفيش حاجة عندنا مستحيلة. شايفين اللحمة دايبة ازاي؟ تبارك الرحمن، يعني مش مستحملة، استوت بجد حلو جدا. لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله.